ازاي تخلي اي ايميل يجيلك من شخص معين في فولدر واحد زي كده. اهلا بيكم في حلقه جديده يا شباب. النهارده هنشرح ازاي الميلاد بتاعت شخص معين تتسيف كلها في فولدر وتيجي اوتوماتيك في فولدر واحد بدل ما يتوه وسط الايميلات الكتيره. بس في اول حاجه نيجي عند مثلا الجيميل بتاعنا اهو زي ما انتم شايفين. هنشوف الشخص مثلا ليتس سي ان انا عايز مثلا الايميلات اللي جايه من اكونت قناتي، ده ايميل تاني مش ايميل القناه بتاعي. فليتس سي ان انا عايز ايميل القناه بتاعي لما اي ايميل منه يجي لي يتسيف في فولدر معين. فاول حاجه هعملها هبحث عن اسم القناه بتاعتي، انا بيتك بو، هبحث عنه الاقي اكتر من ميل جاي لي. ندوس مثلا على الميل الاول ده ونيجي عند الثلاث نقط دول ندوس عليهم وندوس فلتر مسجز لايك ذس. فهو كده هيعمل لك فلتر اكنه هيجيب لك الميلات اللي مبعوثه من الميل ده بس. ممكن طبعا تحط كرايتيريا تانية زي مثلا ان السبجكت يكون حاجه معينه بس، او ان يكون عنده ووردز معينه بس خلينا نقول دلوقتي ان انا مثلا عايز اسيف الميلات اللي بتجيلي من الايميل ده كلهم في مكان واحد اوتوماتيكلي. فبس ما عنديش اي حاجه تانية محتاج اعملها، هدوس كرييت فلتر وهنا هنيجي عند كلمه ليبل ندوس ابلاي ليبل ونتشوز ليبل معين وندوس هنا نيو ليبل هسميه مثلا ايه ايميلز فروم بي تك وادوس كرييت. لو بصينا على الشمال هنلاقي ان الليبلز بقى فيها الليبل اسمه ايميلز فروم بي تك بو، ده المكان اللي هيتسيف فيه الميلات كلها اللي بتيجي من بي تك بو او من الايميل ده. في دلوقتي طبعا اكتر من اوبشن تاني. اول حاجه ان هو also apply filter to stream matching conversations، ده معناه ان هو هيحط كل الميلات اللي اوريدي مبعوثه قبل كده في المكان ده لو فتحته. لو قفلته يبقى خلاص كل الميلات اللي هتجيلك جديده هي اللي هتخش هنا لكن القديم هيفضل بره. فليتس سي مثلا انا عايز احطهم فادوس برضو على العلامه دي وفي هنا سكيب ذا انبوكس، معنى كده ان هو مش هيجيلك اصلا في الانبوكس خالص. يعني لو اكتفت الخيار ده مش هيجيلك خالص في الانبوكس، كل اللي هيجيلك هيخش على طول على الليبلز. فخلينا مثلا نقول ان انا هفتحه، فمعنى كده ان كل الايميلات اللي هتجيلي اوتوماتيكلي هتيجي عند الليبلز ومش هتظهر لي في الانبوكس. لو قفلته هتظهر لك في الانبوكس عادي وبرضه هتخش في المكان اللي موجود هنا بس. وبعدها هدوس كرييت فلتر. لو رحنا بقى دلوقتي على الشمال ليبلز ايميلز فروم بي تك بو هنلاقي كل الايميلات اللي مبعوثه لي من بي تك بو. تعالوا نجرب دلوقتي نبعت ايميل من عندي. دلوقتي انا بعت ايميل ليا من اكونت بي تك بو ده، المفروض ان هو دلوقتي يوصل هنا. زي ما انتم شايفين الايميل ظهر اهو اتحط على طول اوتوماتيكلي في مكان الليبلز. طبعا بقى انت ممكن بكل بساطه وبكل سهوله تحط ليبل جوه ليبل. يعني مثلا ممكن اجي هنا اعمل اد واحط مثلا ليبل جديد اسميه ايميلز from important people، اللي هو لو ناس مهمه بس بعتلي ايميلات، وهحط الناس المهمه واجي عند ايميلز from بي تك بو ادوس على الثلاث نقط دول وادوس edit. اجي هنا ادوس nest label under واختار ايميلز from important people save. معنى كده ان هو الليبل الكبير هيكون ايميلز from important people، ده الليبل الكبير هفتحه جوه الاقي ايميلز from بي تك بو. وهكذا بقى ممكن اعمل كده لكل الناس بحيث ان انا يكون عندي الايميلات المهمه بس موجوده هنا. وبس كده، شكرا جدا ليكم للمشاهده. ما تنسوش باللايك سبسكرايب كومنت وشير لو عجبكم الفيديو. بس شكرا جدا ليكم على الدعم المستمر. مع السلامه.